السلام عليكم. عافاكم واحد التساؤل. هاد السيده هادي سلمى الصدوق، بغيت نقول لكم زعما الا كانوا العرب ما حنوش في بعضياتهم او المسلمين ما حنوش في بعضياتهم، واش حنا المغاربه ما نحنوش في بعضياتنا؟ ياك داز عام كامل باش درت فيديوهات على هاد السيده هادي وباش تكلمت معاها. على طول هاد المده كانت كتطلب نداء استغاثه من الحرب. دابا النداء اللي غادي تسمع غيضرك في خاطرك. اسمع بنت بلادك اش واقع فيها. حنا كنعيش واحد الوضع صعيب خصوصا هاد اليومين اللي فاتوا. هاد الشهور طويله وحنا كنهضروا على المجاعه، ولكن ما عمرها ما وصلت المجاعه لهاد الدرجه. المجاعه هاد المره غير صافي وصلتها دابا لاقصى الحدود ديالها، لدرجه انا دابا خارجه كنمشي وانا ما عنديش الطاقه باش نمشي. خارجين انا باش نقلبوا على الله نلقاو شي حاجه كتباع كتكب. ما كاين لا طحين لا بقوليات، ما كاين حتى شي حاجه. شوفوا شنو شرا لي لؤي كيقول لي كولي هذه يعني على الله شويه دخل شي حاجه لمعدتك على الصباح. نتمنى اننا نلقاو شي حاجه ماشي تسد الجوع، ولكن غير شي حاجه تدخل المعده وصافي. دعيو معنا ربي فاجئ عليه. يا ربي ما تطولش علينا هاد الشده هادي. دزنا الحرب كامله والحوايج كاملين اللي كنعيشوهم صعاب، صبرنا على كل شيء، لكن باش توصل انك ما تلقاش نهائيا ما تدخل ذاتك نهائيا. حتى الدراري الصغار ما كانش ما توكلهم، لدرجه انا كنت مصاب وكان شريت ليامات اللي كون شريت بزاف واخا غالي كون شريت وخبعت عندي سيله. ما كاين والو. واخوتي ما كنبغيش نبان لكم في صوره الضعف، ولكن هذه الفتره صعيبه. فهمت انا هاد الدنيا فين غادي تدينا. الله يشوف من حالنا يا ربي ودوز هاد الازمه على خير. يعني تحملنا كل شيء، كتحس بالدنيا مازال كتشد، كتزيد تزير عليك، كتزير. فدعواتكم لينا حبايبي، دعواتكم. كنظن سمعتي مزيان. هذا نداء استغاثه ديال المعده. السيده ما بقاش خايفه من القصف ولا من الحرب، ولا خايفه من الجوع على راسها وعلى البنيته ديالها وعلى الزوج ديالها وعلى الاهل اللي معاهم تما. كيف قلت في الاول، المسلمين ما بقاوش كيحنوا في بعضياتهم. يعني الغزاويين المفروض ماشي المغاربه اللي يحنوا فيهم، كاع العرب يحنوا فيهم، كاع العرب يديروا واحد الانتفاضه ينفضوا الغبره. على الاقل الا ما قديتيش عليهم تعاونهم عسكريا، تعاونهم تدخل لهم غير الماكله. عرفتي شنو هي تبات مثلا 5 ايام سيمانه ما تاكل حتى شي حاجه؟ عرفتي شنو هي الموت البطيء؟ الاطفال ولاو عندهم مساكن بحال المومياء، بقاو فيهم هي العظام. درت هذا الفيديو ذاك المره قلنا لهم عباد الله راه الاحصائيات في 4 ايام مات 325 واحد، النص فيهم مات بالجوع. احنا عارفين هاد الفيديوهات بحرا كنبقاو كندعيو فيهم حسبي الله ونعم الوكيل، اما كنلقاو جهد. حنا ما عندنا جهد، حنا الشعوب ما عندنا جهد. انا كمؤثر ما عندي جهد، قسما بالله الا قلبي كيتقطع. اكفس منظر عندي نشوف الوليدات كيبكيو بالجوع، كنشوف الوليدات تحت الردم قلب كيتقطع. ولكن شنو غنديروا لدرجه كيجيني بحال خطره نخرج انني نجبد العيب مع داك العرب